يا مساء الفل، ولسه مكملين مع حضراتكم، وخدنا الكلام عن صناعة البطل قبل الفقرة لأنها فقرة من الفقرات الشيقة والمهمة جدا، وهو تنمية المواهب في البيت، أو تنمية المواهب اللي بتأتي أولا من الأهل ومن الأسرة. قبل ما ابدا الفقره كنت بكلم كابتن رضا عن هو مين المسؤول عن صناعه البطل. هنقول كيف تصنعين بطلا ولا كيف تصنع بطلا؟ فكانت اجابته احب ان حضراتكم تسمعوها منه شخصيا، ولكن خلوني ارحب بضيفي الكريم كابتن رضا المصري، مدرب كره القدم للناشئين. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ آية، كل سنه وحضرتك طيبه. سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده، وسعيد ان انا للمره الثانيه او الثالثه تقريبا بتشرف بالظهور على شاشه قناه مصر. انا بشكرك جدا، ولكن خلينا نقول بقى هو مين اللي بيصنع البطل في البيت؟ الام ولا الاب؟ مين المسؤول؟ الاثنين مسؤولين، ولكن انا شايف ان الدور الاكبر والاهم طبعا بيقع على الاب، لان الاب هو رب الاسره، هو اللي عنده صلاحيات، هو اللي عنده القياده في التوجيه وفي حاجات كتيره جدا. ولكن انا مش عايز برضو اقول الاب عشان ناخدها بشكل عام ان اللي ما عندوش اب يعني مش هينفع انمي موهبته، لا خالص. ممكن الام تكون هي كل حاجه في صناعه الموهبه او العكس. فالبيئه اللي بينشأ منها الطفل هي المسؤوله عن صناعه الام موهبته. فايتر كده كده في اي، يعني مش بس في الرياضه. الام لما بتلاقي هي المسؤوله لا بتبقى فايتر اكتر من اي حد يعني كده كده. لكن انا بتكلم على وجود الاثنين، لو وجود الاب والام بالتوازي مع بعض، هل الام ليها دور في ده انها طبعا بتنمي طبعا. ولا هو احنا مين اللي بيودي النوادي بقى؟ عشان هندخل بقى في خناقه دلوقتي، ما مين هو اللي احنا بيودي كده النوادي هننقسم الى اتنين. انا في البدايه قلت لحضرتك الاتنين مسؤولين، ولكن انا مش عايز ااكد قوي على المعلومه دي، لان اكيد في بيوت رب الاسره فيها هي الاب والام. والله من غير ما يقبل يعني ما خليناش نتكلم بقى يا جماعه. طيب مين اللي بيودي التمرين، حتى ومين اللي بيودي النادي، ومين اللي بيجيب من النادي، ومين اللي بيروح يجيب ادوات السباحه، لا، ومين اللي احنا لسه في البيئه، احنا لسه في صناعه البطل من في خلال في من خلال البيت، الثقافه نفسها، من خلال في البيت. ثقافه لان انا في الطفل. البيت انا محتاج تغذيه قويه جدا، محتاج راحه كافيه جدا، محتاج توعيه ودعم نفسي طول الوقت. لازم الولد طول الوقت احس ان انا بطل، طول الوقت عارف ان انا مشروع وعندي مستقبل وعندي طموح وعندي. فده بيبدا انا يعني لسه مع حضرتك في صناعه البطل من خلال البيت اولا. لان انا لو فشلت في الحته دي في البيت مستحيل هنجح معاه في النادي. يعني هو صح ان انا اقول للطفل طول الوقت انت بطل؟ طبعا لازم انت بطل طول الوقت ازرع في عقليته الطموح والرؤيه والحلم، واشجعه واحفزه. لان انا لو فشلت في الحته دي في البيت مستحيل هنجح في النادي. يعني اللاعب لو جاي لي مش واكل كويس، مش نايم كويس، مفيش داعم ليه في ظهره، يلا يا بطل عندك تمرين، عندك مباراه، عندك بطوله، عندك كذا، وجاي واخد الدافع ده من البيت، مستحيل ينتج معايا في ارضيه طيب ما الملعب. تيجي تعالى نقول سمات الحياه للبطل الصغير. يعني خلينا نقول الولد الصغير او البنت اللي عندهم موهبه. طبعا احنا في بنات دلوقتي بتلعب كره طبعا قدم طبعا. يعني دلوقتي ما اقوى من اللي عندهم الموهبه واللي احنا بنربيهم بقى من سن 3 4 سنين مثلا، ممكن من 4 بننمي سنوات فيهم ل7 سنوات بنبدا تاسيس. بياكل ايه، بيشرب ايه. يعني لو انت دلوقتي بتكلم الابطال الصغيرين دول وهم هيسمعوك دلوقتي، تقول لهم ايه؟ انا عايزاك تبص على الشاشه وتبص على على الكاميرا، تمام، اهي، وتخاطبهم بقى، تقول لهم ياكلوا ايه، يشربوا ايه، يعملوا ايه، يسمعوا الكلام في ايه من بابا وماما. انا عايز قبل الاكل اكون مصدق نفسي. يعني قبل الاكل وقلب والشرب والراحه والكلام ده، انا النهارده عندي الموهبه. ممكن لو هنعملها مثلث، فهنقول هنحط فوق التغذيه، تحت الموهبه على الشمال الانضباط. لو حاجه من الثلاثه دول وقعوا الموهبه كلها انهارت. فانا قبل الاكل والشرب لازم اكون مصدق نفسي، لازم اكون رايح اشتغل، رايح اتمرن. وانا لان الكوره النهارده بيزنس، استثمار. يعني ما كانتش زي قبل كده ان هو اللاعب اللي موهوب بس، اللي بيكلم الكوره بس، هو ده اللي ليه مكان وهو ده اللي بيلعب كوره. لا، النهارده بقت صناعه. اقدر اجيب لاعب ما عندوش موهبه خالص، اشتغل عليه. قدرت يكون عندي العلم بالانضباط، بالاستمراريه والخبره، ابقى صفقه وهبقى مشروع ناجح جدا. ويمكن في دول قامت على الاسلوب ده. يعني عندنا دولة المغرب ممكن نقتدي بيها عن طريق أكاديمية كرة قدم بس، ولكن الناس احترمت العلم والتطور وواكبت اللي بيحصل.
ما شاء الله دلوقتي بينافسوا في بطوله كاس العالم للمنتخبات كرة القدم بقت وللانديه وفي صناعة كل شيء. خلاص. كذلك برشلونه وريال مدريد والكلام ده كله. فانا قبل ما اتكلم في الاكل والشرب لازم اكون انا عارف مين ورايح فين وهدفي ايه وهعمل ايه عشان اوصل لده. ثم بيجي اعرف ده ازاي الاول؟ خلينا في الهدف. انا اعرف ده طبعا، الطفل مستحيل يعرف يستوعب ده، ولكن بيجي لا انا برضه. كأب او كأم اعرف ده ازاي؟ اعرف هدف ابني ايه، اعرف هو حابب الكوره وحابب ان هو يدخل لا هي ده أو النهارده إزاي؟ بقت قرار مش اعرف. الكوره النهارده بقت قرار. يعني انا حتى لو انا ابني ما عندوش الموهبه بس انا مقرر اسسه او اخلي ده المشروع بتاعه، هي النهارده خلاص كلنا متفقين ان هي بزنس. يبقى انا مقرر ان انا هخليه كده. اذا انا محتاج اشتغل عليه تغذيه، اشتغل عليه اعداد نفسي كويس جدا، محتاج اشتغل عليه تدريب باستمراريه. ويمكن من ضمن المشاكل الكبيره جدا اللي بيقع فيها اي ولي امر الاستعجال، ان انا عايز النهارده اودي ابني النادي بكره هستلمه من المدرب بتاعه ميسي. مفيش كده. لازم في استمراريه ولازم اصبر ولازم ادعم ولازم حضرتك اتكلمتي في النقطه بتاعه التغذيه، يمكن دي من اخطر الحاجات اللي مأخرانا كمصريين، ان احنا نواكب التقدم اللي بيحصل في اوروبا او حتى في الدول العربيه في مستوياتنا في اي لعبه رياضيه، مش في كره القدم بس. قول لي ازاي. ازاي؟ لان انا رب الاسره بفتكر ان انا عندي بطل رياضي او لاعب يوم التمرين او وقت التمرين. فممكن تتفاجئ مثلا ان اللاعب عنده تمرين الساعه 7 مساء، من 7 صباحا ل 7 مساء ما خدش ولا وجبه. مستحيل اكون ببني مشروع لاعب كره قدم وهو جاي لي في الوقت ده على الاقل المفروض واخد 4 وجبات كامله فيها بروتين كويس، فيها كربوهيدرات كويس، فيها دهون كويس. طبعا. انا كل 3 ساعات، لان تغذيه الرجل الرياضي مختلفه تماما عن الانسان العادي. الراجل مطلوب مني 15 كيلو متر خلال 90 دقيقه، فلو ما عملتش تغذيه صحيحه التمرين ملوش لازمه. لو ما خدتش الراحه الكافيه في النوم، الجسم لا ينمو غير وقت النوم. يعني ما فيش نمو لعضلات الجسم غير وانا بنام، وفتره النمو للجسم من 10 مساء ل 6 صباحا. فانا لو ما اهتمتش بده، يعني ساعات بتفاجئ بلعيب جاي لو مثلا تمرين 7 مساء صاحي من النوم الساعه 5. طبعا دي كارثه. بالظبط. فهي دي النقطه اللي حضرتك سالت عنها، احنا ازاي ما واكبناش الناس دي، او ازاي ما او خطوره التغذيه والراحه ممكن توصلنا لفين لو ما اهتمناش بالجزئيه دي. صعب ان احنا نواكب التطور اللي بيحصل في كل دول العالم. طيب خلينا نكمل بقى التغذيه. احنا بنبدا من التغذيه. ياكل ايه البطل الصغير ده؟ ياكل ايه؟ ياكل يعني احنا ياكل الوجبات السريعه، ياكل لا طبعا الحاجات لا اللي طبعا. احنا دلوقتي لا خلاص بقت طالعه موضه، البيتزات، الفاست فود، التشيكن، الفرايد تشيكن والحاجات دي. هل البطل الصغير بياكل الحاجات دي؟ كل ده مرفوض. عارف انا بخاطب مين دلوقتي؟ اللاعب. انا بالظبط انا بخاطب الابطال الصغيرين. هل بياكل الحاجات دي؟ ممنوع طبعا. انا مفيش وجبات سريعه، مفيش مواد حافظه، مفيش اللهم صل على النبي، الشيبسي، البيبسي، الاندومي، كل الامور دي بالنسبه الاندومي كل ده دي سموم، او دي هي ما حاجه هي هتدمر حلمك. حاجه مستحيل هتوصلك لمشروعك. فانت النهارده عشان بتحب محمد صلاح، عايز تبقى زيه، اقتدي بيه، اعمل تغذيه صحيحه. انا وجباتي الكامله من البيت. انا راجل رياضي، يعني كل 3 ساعات عايز وجبه غذائيه مكتمله العناصر، كربوهيدرات، بروتين، دهون. ممكن كمان اكثف بالسناكس اللي ما بين الوجبات، كمان اخليه صحي، اخده عن طريق الخضار او الفاكهه فقط لا غير. انما انا لو هفضل ماشي بنفس النهج اللي وصفته لحضرتك من شويه، بصحى الساعه 5 وباكل وجبه كل 10 ساعات والكلام ده، مستحيل اعرف اواكب. البطوله مش صدفه. لا طبعا. صح. لا يعني فكره التفوق، سواء كان التفوق الدراسي، التفوق الرياضي، التفوق نفسه مش صدفه. لا مش صدفه. كل نقطه عرق ببذلها في مذاكره، في علم، في خبره، في تدريب، بحصد عليها مقابل فيما بعد. ويمكن ده اللي فارق عقليه اللاعب المصري عن اي لاعب تاني بره في اوروبا. احنا في مصر عندنا منجم مواهب. افضل لعيبه كره قدم براعم يمكن على مستوى العالم، دي حاجه انا مؤمن بيها، اللاعب المصري. ولكن بيفرقنا عنهم العقليه، الانضباط، الاستمراريه، انك تكون مصدق حلمك وشغال. يعني كتير مننا عنده طفل بيحب الكوره لكنه ما عندوش موهبه. الموهبه هي هتسبقني شويه، بس احنا النهارده في كره القدم الحديثه بعد دخول التكنولوجيا وبعد دخول حاجات كتيره جدا في عمليه التدريب الرياضي في اي لعبه، مش في كره القدم بس، اقدر اصنع لعيب كره قدم.
يمكن مش عايز اعمل المثال عشان قلته في حلقات كتيره جدا، لا قول. بس دايما بطبقه على، انا عندي احسن اتنين في العالم دلوقتي، ميسي وكريستيانو. ميسي ده اتولد موهوب، كريستيانو ما اتولدش موهوب. كريستيانو رونالدو راجل عمل تغذيه صحيحه، راحه كافيه، تمرين، استمراريه، اصرار، انضباط، بقى بينافس الراجل اصلا اللي عنده موهبه فذه مش هتتكرر تاني. اذا ده عنده الموهبه وده ما عندوش، ولكن ده راجل اعتمد على العلم وعلى الاستمراريه وعلى التدريب وعلى الاصرار وان هو يصدق حلمه، فيمكن بقى في معظم الاحيان افضل اصلا من اللي هو عنده موهبه فذه ومش هتتكرر تاني. فانا النهارده مش عايز استند عن ان الولد مثلا لا مش موهوب، فانا مش هينفع اجري وراه وادعمه واعمل، لا انت تقدر بس يتحرك بيه صح. صدق انك هتقدر تصنع منه بطل رياضي، وخليه هو كمان يصدق انك هتوصل لده. مشكله كبيره جدا بيقع فيها اي ولي امر، هي اللي انا لسه قايل لحضرتك عليها، الاستعجال. انا عايز النهارده اوديه نادي، بكره اخد فيه 10 مليون جنيه. ويمكن نفس المشكله نطبقها على قطاعات الناشئين والانديه. يعني احنا عندنا معظم الانديه في مصر بتستخسر ان هي تدفع في قطاعات الناشئين مبلغ صغير جدا، مع انه فيما بعد بيدفع اضعاف اضعاف الفلوس دي عشان يشتري لعيب واحد يجي يدعم له الفريق الاول. مع انه لو حط نفس المبلغ ده في قطاع الناشئين واسس قطاع الناشئين صح، يبقى عنده جيل، هيبقى عنده منجم ذهب. اه هيطلع مش لاعب بقى واحد، ده انت هتطلع جيل كامل يمثل الفريق الاول، وتقدر كمان تستثمر فيه، تبيع للانديه، تورق للمنتخبات. فهي نفس المشكله. ولي الامر انا عايز دلوقتي، والنادي برضو انا عايز حالا. انا مش عايز اصبر ان انا اسس في قطاع الناشئين عندي تيم او اتنين او تلاته واطلع بيه تصاعدي لحد ما يمثل الفيرست. لا انا هروح اشتري لعيب جاهز وخلاص. فده بيكلفه بيستسهل. بيستسهل. احنا قلنا هنا اتكلمنا عن البطل الصغير، نتكلم بقى عن دور الام والاب. م. نبدا بالام. نبدا بالام. الام تعمل ايه في حالتين؟ احنا هنا عندنا حالتين، حاله طفل بيحب وطفل ما بيحبش. يعني طفل موهوب وهو عنده اصلا الحب ده، الكوره او كده بالفطره يعني، وطفل الموضوع مش في دماغه. هي الامهات في الجزئيه دي انواع. يعني في انا عايزه اودي ابني النادي عشان يتمرن في بيئه رياضيه وعشان ينشا في بيئه رياضيه عشان يطلع كده رياضي. يعني انا عايزه بس اطمن عليه. وفي انا عايزه استثمر في الولد، انا عايزاه يتمرن عشان يجهز، عشان يلعب في الاهلي، يلعب في الزمالك، فيما بعد يدفع فيه مقابل مادي كويس. وفي نوع ثالث خالص اللي هو الولد يعني يروح وخلاص. فانا خليني مع اللي هي هتستثمر في الولد، لان ده اكتر حاجه انا بحب اي رب اسره يتناقش معايا فيها او يكون مؤمن بيها. لان انا كده كده رحت النادي، ضيعت وقت وصرفت فلوس، فممكن استثمرهم صح. يعني ممكن اطلع من الولد احسن حاجه استثمر فيه فيما بعد، وممكن اسيبه يلعب يبقى وقت ضايع وخلاص. فالعمود الفقري في الحته دي الام. يعني احنا اتكلمنا في جزئيه ان ممكن يبقى الاب او الام او ده موجود او ده مش موجود، بس انا مؤمن جدا ان الاساس في الموضوع ده كله الام، لان هي اللي بتظبط مواعيد النوم، هي اللي بتظبط مواعيد الوجبات، هي اصلا اللي بتحدد نوع الوجبات، هي اللي متواجده بشكل كافي وكبير مع الولد. او هو ممكن يكون عنده اصغاء، عنده نيه ان هو يقعد يسمع ويحلم من الام. فهي الدافع او هي العمود الفقري بتاع المشروع اللي احنا بنتكلم عنه بتاع البطل الرياضي. لو مقرره ان هو يبقى بطل وتستثمر فيه فيما بعد هتوصل لده. لو في لا مبالاه او ان انا بودي الولد وخلاص، اذا احنا هنا ما فيش اي مشروع، ما فيش اي حاجه نقدر نتكلم هتقعد فيها عليا فيما بعد. ما عندناش اصلا موضوع نتكلم فيه. بالظبط صح كده. صح. طيب الاب بقى دوره ايه؟ برضه احنا قلنا 3 حالات انت اخترت منهم حاله واحده. انا من وجهه نظري الاب مش الاي تي ام خالص. يعني عشان بعض الناس عندها المعلومه دي اللي هو انا الاب اصرف ومالكش دعوه بحاجه. بالعكس انا شايف ان الاب هو المدرب اللي موجود مع الولد 24 ساعه. لان ممكن نقول المسؤول الاول والاخير عن صناعه البطل هو المدرب. بس المدرب بيقابل اللاعب في الملعب يمكن في الاسبوع مرتين 3 فقط لا غير، ووقت قصير جدا. انما المدرب الحقيقي هو الاب، هو اللي موجود مع الولد اكتر وقت. ممكن نسهل عليه الموضوع، انت ادعم الولد. لان برضو انا بقدم عذر ان بعض الاباء مش موجودين كتير بحكم الشغل والحياه، لازم يشتغل ولازم فبيبقى مش موجود كتير. بس ممكن احل الازمه دي بمكالمه تليفون قبل التمرين شويه، يلا يا بطل عشان عندك تمرين الساعه 6 فيلا اجهز وجهز شنطتك.
دور الاب يعني السؤال اللي حضرتك سالتيه دلوقتي، دوره هو الرؤيه والقرار. انا بقى عندي رؤيه ان ابني هعرف استثمر فيه، وفي نفس الوقت قررت ان انا هستثمر فيه. والالهام او التشجيع بالظبط، ما هو فتى احلام طفله. يعني انا لو ما خدتش منه القوه والدعم والمسانده، مستحيل الولد يبقى عنده باور ويصدق نفسه ويشتغل. اكيد. طيب ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الاب والام اثناء الرحله دي؟ الاخطاء ممكن اول حاجه اتكلمنا فيها من شويه هي الاستعجال. ان انا مستعجل، فده اول خطأ، ونحاول ان احنا نقلل منه او نصبر، لان عمليه التدريب عامله زي عمليه البناء، لازم اخد فيها وقت كافي. انا النهارده بشتغل، محتاج 6 عناصر: لياقه بدنيه، محتاج فني، محتاج تكتيك، محتاج، فكل ده مستحيل يحصل في يوم وليله. فاول حاجه اصبر، ما استعجلش. تاني حاجه ممكن انتقي المكان والمدرب والجهاز وكل حاجه في وقت واحد، لان احنا للاسف عندنا كارثه دلوقتي في مصر، ان الموضوع انتشر جدا، منتشر جدا في كل ملعب، فيه أكاديمية واثنين وثلاثة وأربعة. فمهما كان ولي الأمر على درجة كبيرة جدا من العلم، بيبقى فيه صعوبة عليه شوية إن أنا أختار المكان الصح. يعني مثلا ممكن نقول في مدرب موهوب، وفي مش مدرب أصلا بس معاه فلوس. اللي مش مدرب أصلا معاه فلوس ده بيقدر يبهر ولي الأمر بالشكل العام، بالامكانيات، بشويه شباب جداد كده جايين عاملين فورمه من الجيم على شويه حاجات، فهنا ولي الامر بينبهر. المكان ده واو، المكان ده هو ده اللي هيطلع ابني ميسي. والتاني موهوب بس ما عندوش الامكانيات الماديه دي، يعني المدرب التاني هو المدرب الحقيقي اللي يقدر يصنع قد يكون اكثر موهبه. فالتالت نصيحه بديها لولي الامر، انك انتقي، ولكن ننتقي بعلم ودرايه. الشكل العام خداع، هيخدعك جدا. الكوره اصلا مالهاش علاقه بالعضلات لا، ليها النهارده مع معظم الاكاديميات. احنا مش عايزين نقول اسامي فرق، بس معظم الاكاديميات النهارده بتعتمد كليا على الشكل العام. الشكل، المدرب بيبقى كاريزما، واجهه للمكان، الامكانيات، الادوات، الرايات بتتحرك في كل حته. فهنا ولي الامر بيتخدع قبل ما يبتدي اصلا، ان هو ده المكان الصح. انما في ماده علميه لا، في رؤيه لا، في خطه لا، في انا مؤمن جدا ان المدرب شريك ولي الامر في صناعه البطل ده، او في صناعه الموهبه. فلو مفيش انسجام وتجانس ما بيننا، مفيش خطه شغالين عليها، مفيش انا بتفق مع ولي الامر اعمل له تغذيه كذا، اشتغل معاه مع سيكولوجي، ادعمه نفسيا. احنا لان حضرتك متابعه كويس جدا وعارفه ان التدريب الرياضي النهارده دخل فيه قياسات واختبارات فسيولوجيه واجهزه واي اي وحاجات. الحاجات دي لو احنا ما واكدناش العصر بيها واشتغلنا بيها، هنبقى متاخرين جدا. لان هي دي المرايه اللي بتنقل لي صوره الولد 10 سنين قدام. انا ببقى عارف النمو العضلي عند الولد ده فيما بعد يبقى عامل ازاي، النمو العقلي. احنا الوقت انتهى، بس انا عايز اسالك سؤال وقول لي او لا. مع الانضباط والاستمراريه وممارسه الهوايه والتعب اللي هيبذله الاب والام والطفل نفسه في هذه الرحله، هل ممكن يطلع من غير نتيجه؟ مستحيل. شكرا. مستحيل. اشكرك جدا. شكرا. كابتن رضا المصري، مدرب كرة القدم للناشئين، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. الشكر دائما وابدا طبعا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه. كانت حلقه من الحلقات الممتعه جدا واللي فيها تنوع كبير جدا. اتمنى تكونوا استمتعتم النهارده زي ما انا استمتعت، واشوفكم ان شاء الله الاربعاء المقبل، واشوفكم دايما بخير وامان والسلام والسلام.